عندي سؤال لكل إعلاميين بلدي مع حفظ الألقاب: عمرو أديب، تامر أمين، عمرو الليثي، ريهام سعيد، ولميس الحديدي. انتوا نسيتوا ان الإعلام رسالة؟ نسيتوا ان انتوا صوتنا، صوت المحتاجين وصوت الغلابة وصوت كل بيت مصري؟ انتوا اللي بتوصلوا صوتنا لكل مسؤول، بتوصلوا صوتنا للقانون، بتوصلوا صوتنا للصحة، بتوصلوا صوتنا للتعليم، بتوصلوا صوتنا لكل مسؤول في البلد. طب لما إعلامنا يهبط وفجأة نلاقيه بيجري على الترندات والأخبار المسيئة عن المشاهير، واللي عايز خبر يثير الجدل، واللي عايز موضوع يضرب، احنا نروح فين؟ احنا نروح فين ومين يوصل صوتنا؟ تعرفوا ايه النهاردة عن القضايا اللي الناس عايشة فيها كل يوم؟ عن الغلا والبطالة ومشاكل الأسرة المصرية. تعرفوا ايه عن مشاكل شباب وبنات بلدي؟ الناس دي النهاردة مين يوصل صوتهم؟ ايه اللي حصل لما انتوا اصلا الوسيلة الوحيدة اللي الناس بتستغيث بيها عشان صوتهم يوصل للمسؤولين؟ استاذ عمرو، احنا النهاردة محتاجين 1000 أنس الشريف يبقى مع الناس، عشان بجد الناس محتاجة حد يوصل صوتهم. محتاجين إعلام حقيقي عنده رسالة، كلمة حق، ويتكلم بصوتهم. احنا محتاجينكم بجد. أتمنى رسالتي تصل لكل إعلامي في بلدي.